الكثيفة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية البشرية في هذه المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه المغرب عام 2015، والذي كان له دور إيجابي في تحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية. ونشدد هنا على موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحفظ سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها. فنحن ندعم جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقها المشروعة. السيد الرئيس، تجدد مملكة البحرين دعمها للجهود المشهودة التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2654 لسنة 2022. وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، كما تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها. عودية الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. كما تؤكد المملكة على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تعرب بلادي عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية